بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا أصدقائي؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله. واللي بشوفني لأول مرة، أنا أختكم في الله أم مرمر من صعيد مصر. فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله. العيش الشمسي يا جماعة بتاعنا الجميل اللي عملته معكم في القناة كذا مرة. جاتني أسئلة كتير عنه، عن نوع الدقيق وإزاي أعمل خميرة لو ما عنديش، وكمية الخميرة قد إيه. فكل هذه الأسئلة هنتكلم عليها في الفيديو ده. أتمنى تتابعوا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت العجانة بتاعتي اللي بعجن فيها كل مرة الخميرة، وحطيت فيها مية، وحطيت معلقة سكر كبيرة، وحطيت معلقة زيت كبيرة، وحطيت الخميرة الرمانة بتاعتي وخميرة بيرة، وحطيت بصلاية صغيرة قسمتها نصين زي ما انتم شايفين كده. والخميرة البيرة يا جماعة قد غلاية الفول، ما تكتروش خميرة بيرة في الصيف، دي من عوامل نجاح العيش بتاعك. خميرة البيرة ما تكترش، قد غلاية الفول يا دوب بس تحطيها في الصيف. والخميرة بقى ما تكتريهاش برضو اللي بتربيها، يا دوب طبقين كبار كده دقيق زي ما انتم شايفين كده. ما تكتريهاش في الشتاء بقى، تكتريها تملي العجانة بتاعتك وتخليها خميرة عشان تخمر لك العيش. انما في الصيف لا، قلل الخميرة بتاعتك، برضو دي من عوامل نجاح العيش. فهنقول اول عامل بقى الخميرة البيرة، يا دوب قد غلاية الفول. العاملة التانية يا جماعة معلقة الزيت ومعلقة السكر والبصلاية او فصين الثوم برضو. تاني حاجة الخميرة، كمية الخميرة ما تكترش. فعشان نضمن العيش بتاعنا ما يعسلش وما يبوظش وما يصوفنش، فما تنسيش اي حاجة من اللي قلتلك عليها دي في الصيف، بالذات في الصيف يا جماعة. نمشي في المضمون، اهم حاجة تمشي تحط الخطوات دي، فالعيش بتاعك هيطلع زي الفل. عملت الخميرة بتاعتي وغطيتها كويس جدا. دلوقتي العصيدة، ودي مهمة جدا برضو للعيش. حطيت الحلة على النار وحطيت لها مية، حطيت ملح على قد كمية العيش اللي انا هعمله. انا حطيت 3 معالق كبار ملح، وحطيت جبت الحلة بتاعتي اللي انا هعجن فيها، حطيت نص طبق دقيق. واول ما غلت المية نزلت عليها على الدقيق وعصرتها كويس جدا، وحطيت لها مية من الحنفية وسبتها لحد الصبح. وفي الصبح بقى قمت الساعة 6 الصبح ابتديت عجين. جبت العصيدة بتاعتي فركتها كويس جدا، وحطيت كمية الدقيقة اللي انا هعجنها، وابتديت عجين بقى زي ما انتم شايفين كده. اعجن كويس جدا، وبعد ما اخلص عجين اروح نازله بقى بالخميره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. كميه الخميره دي انا عملت 21 رغيف. شايفين كميه الخميره دي؟ يا دوب طبقين كبار بس دقيق. يعني في الصيف ما تكتريش الخميرة بتاعتك دي، برضو عشان خاطر العيش بتاعك ما يبوظش ولا يعسل معاكي. كمية الخميرة برضو مهمة جدا. شايفين البصلاية؟ اول ما حطيت الخميرة كده وايدي جات على البصلاية قمت مطلعاها. فلا تطلع البصلة بقى وتطلع الثوم انتوا بتعجني. وابتديت بقى عجين ومليك بقى، وبوصيكم كل مرة لازم بقى تمليك العجين بقى كويس جدا، وتخدميه كويس جدا عشان تطلع منه عيش جميل جدا. فكل ما انت بتعجني في العيش، العيش بتاعك لونه العجين بتاعك لونه بيفتح وبيبقى طري كده وجميل جدا زي ما انتم شايفين كده. فيعني الخميرة مهمة جدا، انك الخميرة البيرة بالذات البيرة لو هتصنعي بالفورية، ما تصنعيش بالفورية الكياس. الفورية الكياس دي للحلويات، انما في خميرة فورية فلت بتتباع، دي مخصوص للمخبوزات. يعني لما تيجي تشتري خميرة فورية قول له انا عايزة للمخبوزات للخبيز مش للحلويات. خلصت العيش العجين بتاعي زي ما انتم شايفين كده، خلصته وغطيته.
دلوقتي بعمل المقارص بتاعتي بالردة اللي احنا بنطحن في الطاحون. والدقيق بتاعي يا جماعة، في واحدة سألتني انت بتصنع دقيق التومين يا جماعة. كل العيش اللي انت شفتوه في القناة انا عاملاه بدقيق التومين، بنطحنه في الطاحون، فبيعزل لي بقى الدقيق لوحده والردة لوحدها. بنجيب الردة بحط عليها كوباية دقيق وبقلبها كويس جدا وبعمل بيها المقارص بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ابتديت بقى دلوقتي بعد ما خلصت المقارص اقطع في العيش زي ما انتم شايفين كده. والرغيف بتاعك بقى تخليه وسط يا جماعة، ما تكبروش او تصغريه، لا خليه وسط زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اخلص كمية التقطيع كلها بدبه بقى، بملى بيها المقرصة عشان خاطر بيخمر في الفرن وحجمه بالضعف، فلازم تدبيه كويس جدا على المقرصة زي ما انتم شايفين كده. والحواشي بقى بتاعت الحلة كل ما تقطع كده تلم الحواشي بتاعتك عشان بتلصق في الحلة وبتتخن، وتلميها اول باول زي ما انتم شايفين كده. بخلص كل كمية التقطيع بتاعتي وسهل، والتقطيع سهل جدا، يعني اللي لسه ما تعلمش تقطع او تعجن اتمنى تتابع الفيديو. والعجين سهل والعيش الشمسي بتاعنا سهل جدا، بس ليه تفاصيل كده وتتبعيها، لو اتبعتيها والله العظيم حيطلع معاكي العيش زي الفل. خلصت كل كمية العيش بتاعتي زي ما انتم شايفين كده وقطعتها ودبيتها كويس على المقارص. دلوقتي هعمل الخميرة بتاعتي اللي انا هعجن بيها العجنة الجاية. زي ما شايفين كده حطيت كمية دقيق صغيرة وبفرك الحلة كويس بتاعتي، افركها وبعد كده بالمية بقى شوية بشوية احط المية لحد ما اعمل عجينة صغيرة تخينة يا جماعة، مش عايزاها سايبة، لا خليها تخينة عشان تقعد، عشان بتخمر وتقعد معاكي زي ما انتم شايفين كده. طيب لو ما عنديش خميرة، عشان في واحدة سألتني انا لو ما عنديش خميرة وعايزة اصنع العيش الشمسي، بصي يا ست الكل، هتجيبي شوية دقيق وهتجيبي الخميرة البيرة يا دوب كد غلاية الفول وشوية مية، وزي الخميرة اللي انت شايفاها دي هتعملي خميرة زيها بالدقيق والمية والخميرة البيرة، وتحطيها من الصبح لحد الظهر هتخمر معاكي، تغطيها هتخمر معاكي. وبعد كده تجيبي كيس حطي فيه شوية دقيق وحطي الخميرة بتاعتك وحطيها في باب التلاجة لتاني يوم الصبح. تاني يوم بقى تصنع بيها زي الفل وهيطلع معاك العيش زي الفل وجميل جدا. يعني ما توقفيش على حاجة، لا ما عنديش خميرة انا مش هعمل العيش، لا عندكيش خميرة اعمل الخميرة بتاعتك، ما تشحتيش من الجيران او من اختك. او احنا يعني لما بعوز كده عشان بناخد وودي مع جارتي، لما عاوز خميرة لو نسيت ما عملتش مثلا بخبط على جارتي عايزة خميرة بتاعتك، فانا اول ما اعجن بقى بقوم عاملة 2، عاملة واحدة ليا وواحدة لجارتي اللي انا خدتها. فلا ما عندكيش جارة تاخدي منها اعمل الخميرة زي ما قلت لك، شوية دقيق وشوية مية وخميرة بيرة شوية صغيرين مش كتار، وعجن الخميرة بتاعتك ربيها وبعد كده خمريها وحطيها في التلاجة، وتاني يوم تعجني بيها هيطلع العيش معاكي زي الفل. العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده خمر وملا المغارس بتاعتي. شغلت الفرن بقى فوق وتحت وسخنتها كويس جدا ووطيت عليها، وابتديت بقى ارمي في العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده. جرحته اول حاجة زي ما انتم شايفين بالابرة، فلازم بقى تفرغ الهواء من جواه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده اول محمر بقى بنزله تحت عشان ينس بقى زي ما انتم شايفين كده. وسهل جدا والله العيش الشمسي سهل جدا بتاعنا وطعمه جميل جدا. وزي ما قلت لك مرة قبل كده اللي عاوزة تتخن فهو سعراته كبيرة جدا، فيعني يعني لو عايزة تتخني تاكل العيش الشمسي بتاعنا الجميل ده. وزي ما شايفين كده حالا بنسمة يعني ما يعني ربع ساعة كده تلت ساعة بكتير في الفرن، بس اهم حاجة توطي عليها الفرن عشان ينس معاكي من جوا، ما يبقاش زي العجين من جوا، ودي مهم جدا برضو
زي الخميرة اني تنسسيه من جوا، تقوم موطية الفرن حوالي ربع ساعة تلت ساعة، فحينس معاكي ويطلع لك زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي انا بسكينة بقى بحك كل الردة اللي حواليه الرغيف، بشيلها خالص. لو عايزة تخليها دي صحية برضو، الردة دي صحية، ممكن تاكلي العيش بتاعك بالردة. خلصت كل كمية العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وطلع زي الفل معايا زي ما انتم شايفين كده، وسهل جدا. واهم حاجه زي ما قلت لك الخميره البيره ما تكتريهاش في الصيف، الخميره اللي انت هتربيها ما تكتريهاش في الصيف، تقلليها. معلقه الزيت والسكر والبصلايه والثوم مهمين جدا 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 يا جماعه في الصيف، ما تستغنوش عنهم في الصيف. أتمنى بقى تتابعوني وتتابعوا قناتي عشان تشوفوا كل جديد عندي في الصعيد، واشوفكم على خير بقى، وفيديوهات تانية كتير. وزي ما انتم شايفين كده طري من جوا بسبب العصيدة يا جماعة، وهش وطري وجميل جدا. أتمنى بقى تشوفوا طريقتي في عملان العيش الشمسي. وزي ما انتم شايفين كده طعمه جميل جدا وطري. والسلام عليكم بقى ورحمة الله وبركاته.